أحمد الحافي سوري مقيم في قطر. هو موهوب وعنده طموح انه يلتحق ويخدم المنتخب السوري في يوم من الايام، بل ويفوز بالكرة الذهبية. أكثر اللاعبين شهرة في العالم غادروا بلدانهم الأصلية واتجهوا صوب أحلامهم دون تراجع، لأنهم يؤمنون بقدراتهم تماما كما فعل السوري أحمد الحافي البالغ من العمر 15 عاما. هو عاشق لكرة القدم بعيدا عن عائلته، مرتبط بحلمه، جاء للدوحة بهدف أن يطور موهبته ليستحق مكانا مهما في صفوف نسور قاسيون. مرحبا، أنا اسمي أحمد الحافي من سوريا، عمري 15 سنة، لاعب كرة قدم لدى نادي الوحدة. والله هي خطوة مو سهلة، بس إنك تتم راكد ورا حلمك وطموحك، بدك تتركهم إجباري لحتى توصل للي أنت بدك إياه. هلا أنا وصغير الحمد لله أهلي دعموني وسجلوني بأكاديميات ونوادي لحتى أطور من حالي وأطور من موهبتي، والحمد لله أنا سعيت وصبرت، والحمد لله أنا هلأ بمكان كثير رائع وبيرفع راس أهلي فيني. أحمد من عائلة محبة للرياضة بشكل عام، ففي الوقت الذي يتابع فيه الأطفال برامجهم الخاصة كان أحمد يتابع مباريات كرة القدم ويرسم أحلاما كبيرة في لقاء نجوم اللعبة. هو أول شيء بالتعب والتمرين والإصرار، بدك تكون دائما الموفق بين اللعيبة كلهم. طلعنا مع بطولة أكاديميات الأفرو الآسيوية هون بقطر، الحمد لله أخذت أفضل لاعب بالبطولة كاملة. من الداخل شعور ما بينوصف، إنك تفرح الجماهير، إنك أنت مثلا جبت لهم جول، إنك فوزت الفريق، فوزت المنتخب، شعور ما بينوصف. ليس سهلا على شاب في عمر أحمد أن يبتعد عن عائلته ويواجه صعوبات الحياة، لكن الشغف الكبير يجعله يتصل يوميا بعائلته، يحدثهم بأنه على الوعد ولن يتراجع مهما اشتد الشوق لأمه وأبيه، عائلته وبيته. الوصية اللي بيعطوني إياها كل يوم، أول شيء الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، هي أول شيء. ثاني شيء إنك تم دائما تسعى ورا حلمك، تسعى ورا حلمك لحتى توصل للي انت بدك اياه. كيفك بابا؟ طمني عنك، ان شاء الله بخير. طمني عن اهلي وعائلتي. انا هلا خلصت مقابله مع قناه الكأس، وقلت لهم هلا رح ارجع اقول لك ورح ارجع اوعدك، انا ان شاء الله رح اكون من افضل 30 لاعب بالعالم، وبدعمكم وبمحبتكم الي باذن الله رح اوصل للمكان اللي انا بدي اياه باذن الله. أمنية لأحمد وبنفس الوقت هي نصيحة. بابا مشوارك طويل، والخطوة اللي بلشتها هلأ بقطر هي الخطوة الأولى. بدي أتمنى عليك تضل مثابر على حلمك ورياضتك وانضباطك وأخلاقك، وهذا الشيء اللي بينجح فيه لاعب كرة القدم. الله يوفقك يا بابا. ماما يا أحمد، بتمنى لك كل التوفيق، لأنك شاب مجتهد نشيط مثابر على حلمك. إن شاء الله بتوصل وبتحقق هدفك بإذن الله تعالى يا رب. حبيب قلبي روحي ابو حميد الوحش، ان شاء الله بشوفك اهم وانجح لاعب بالدنيا كلها، وان شاء الله من نجاح لنجاح يا روحي. وتيمو شو بدك تقول له لاحمد تو؟ كيف تقول لك وبعمل لك وسوريا. برافو. بنفس ان شاء الله بعطي اهلي وعد والعالم السوريه، واللي وعدتهم ووعدت اهلي انه اكون من افضل 30 لاعب بالعالم باذن الله، وحقق البالندور باذن الله. هذا طموحي وحلمي، وبسعى وبجاهد مشان اصل له، وارفع راس اهلي وارفع راس وطني سوري. أحمد الحافي سوري سيقف لمساندة منتخبه في كأس آسيا، وهو يتخيل نفسه يسدد نحو المرمى أهدافاً ترفع اسم بلاده عالياً. الله يوفقه إن شاء الله، ونشوف أحمد نجم عندنا في دورينا ويخدم في منتخب بلاده. طيب فراس، جاتني صورة لك الحين مع الولد الصغير، صح؟ هذا أحمد الحافي. ايه، في وين الصورة وكيف شو الوضع؟ هاي في بيتهم في دمشق. ايوه تقريبا 2018 كان لسه شاب صغير.
نقول له الله يوفقه ان شاء الله. موهبه من المواهب السوريه، موجود حاليا اتوقع في الدوحه، لكن الولد مو قادر انه يلعب في نادي لانه ما عنده اقامه، فنتمنى ان شاء الله انه يحصل اقامه ويلعب في قطر ان شاء الله مع احد الانديه القطريه ان شاء الله.